بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي خواتاتي. سميتي أحلام وجيت نعاود لكم قصتي. مم. أنا بنت واحد العائلة، كبرت وتربيت في واحد العائلة اللي هي جد متواضعة. كان الأب ديالي كيشتغل، يعني كان موظف، كيلبي لنا كاع الطلبات ديالنا. والأم ديالي كانت ربة بيت بحال جميع الناس. شحال هادي كانوا قليل من النساء اللي كانوا كيشتغلوا على برا. المهم كانت الأم ديالنا مهنية فينا، نمشيو للمدرسة، كنجيو نلقاو الدار نقية، نلقاو الماكلة واجدة. وكانت الأم ديالنا مبلية بالشهيوات، كيعجبها الجديد وكيعجبها تبدل، ودايما كدير لنا شي حاجة جديدة يعني. وكنا عايشين واحد العيشة يعني اللي هي مزيانة بزاف. الحمد لله كتعرف كيفاش تقاد الأمور ديالها، كتعرف كيفاش تقدا، كتعرف كيفاش تزوق لينا الطبلة. واخا ما تكونش عندها بزاف ديال المكونات، يعني إنسانة متولة. متولة لواحد الدرجة ما كتصورش. كلشي العائلة كيقولوا عليها فلانة هي المتولة في العائلة. لذلك حنايا نقول لك عندنا عندي جوج ديال خواتاتي اخرين، اخرين بنات، وجوج ديال الدراري. المهم الدراري تا هما كانوا كيقراو مزيان. انا ما كنتش عندي مع القرايه يعني بزاف بحال خواتاتي. المهم ما كملتش بزاف، انا وصلت لسيزيام اني وجلست في الدار، وانا كنت هي الكبيره د البنات. وكنت حشوميه بزاف، انا الكبيره وكنت كنحشم بزاف. كانوا خواتاتي شويه ماشي نقولوا مقصدين ولا كيحشموش ولا قلالين اللحيه، وانما يعني كيزعموا وكيهضروا، ماشي بحالي انا. كنت هي اللي يهضر معايا كنحضر راسي وكنحمر وكنتزنق. المهم كنت كنخرج مع الوالدة، نتسخر معاها، نقضي معاها، وكنت دايما حاضرة راسي. المهم حنا الأم ديالنا كانت في العطل، كتعلمنا الشغل، كتعلمنا نطيبو، كتعلمنا الشهيوات يعني. ما كانتش مبليه بداك مثلا تكوموندي من الزنقه الحاجات ولا هادي. كانت كتفضل انها دير كل شيء بيديها في الدار، وكتعلمنا في نفس الوقت. كنتعلموا بزاف ديال الحوايج. المهم كنا في العطل كنتعلموا الطياب، كنتعلموا الشقة ديال الدار، كنتعلموا كلشي يعني. ونعم الأم يعني، ونعم التربية. كنا بعض المرات كيطلع علينا الدم، ولكن كان دارت فينا خير اللي هو كبير بزاف. المهم كبرنا، بقيت أنا مع الوالدة في الدار. خواتاتي مشاو لافاك، شدوا الإجازات ديالهم، خدموا وتزوجوا يعني. أنا اللي كبر منهم. كان بعض المرات كيجي واحد المرة، كان جاي الخطيب الأولاني ديال أختي الأولانية اللي كانت غادي تتزوج، اللي تابعاني. هو يقول لنا الوالد راه جاي واحد الخطيب. الأم ديالي ديغيكتومون صحاب لها عليا جاي، يعني هاد الخطيب جاي يخطبني أنا. المهم صراحة بيني وبينكم أخوتي أنا فرحت يعني. أنني ما خدامة، ما كنقرا ما والو، جالسة في الدار وكنقضي الشغل. وزائد تعلمت كلشي ديال الدار. بغيت اخوتي ندير حتى انا داري، يعني اش غادي نجلس ندير في دار با. وقلت مزيان، جاب لي ربي كما تيقولوا مواليها سعدي. المهم فرحت. كاملين فينا تقادينا وجدنا ريوسنا وهادي. صدق السيد اللي جاي في اختي الاخرى ماشي فيا انا، وفايت شايفها كتمشي وتجي هكا للمدرسه وعجباتو. وكان كيرد عليها، رد لها البال يعني من شحال هادي قبل كاع ما توظف. والمهم حتى هو كان مازال ما كونش راسو مزيان. المهم جا خطب بها، خطبها، تزوج بها. انايا صراحه فرحت لختي من قلبي. انا قلبي مزيان، كنبغي الخير لخوتي ونبغي الخير لكلشي يعني. ما خصنيش نحسد واحد اخر. فرحت ليها وشطحت لها في عرسها، وقديت معاها بزاف ديال الامور. وقالت لي يا اختي انت الكبر مني، انت هي اللي خاصك دابا تبدا تزوجي زعما قبل مني. قلت لها لا لا، ما تقوليش بحال هكذاك. حنايا خواتات، وانت ربي جاب لك زهرك دابا. يعني ما داكشي على حسب المكاتب. نقدر انا نتزوج من بعد منك، نقدر اختي ما يكونش مكتب لي كاع هاد الزواج. واش انا غادي انت تبقاي محرومه جالسه في الدار هنايا؟ جاب لك ربي رزقك، سيري تزوجي وديري دارك. المهم عنقاتني وفرحت بداكشي. المهم فرحنا بها، مشينا دينا لها الفطور. المهم فرحت لختي لواحد الدرجه ما كتصورش. بكيت من بعد، ماشي بكيت انني جا غيره منها، بكيت بالفرحه فاش كتمشي اختك وكتمشي من الدار توحشيها وداكشي يعني. كانت فيما كتبكي الوالده انا كنبكي معاها. المهم ما عليناش، حيت انا كنت دائما مع الوالده لاصقه، هي هذيك. وكنت محترمه راسي صراحه.
ما عليناش. من موراها تزوجات أختي الأخرى وهادي، خوتي الدراري كانوا مازال ما تزوجوش. المهم راكم عارفين بقاو تيتسناو تيقولوا بلاتي بلاتي تنشري الدار، تندير هادي تندير هادي. المهم بقيت انا مهليه مهليه في خوتي، مهليه في الوالده في الوالد. المهم تا كبرت، نقول لكم درت واحد 30 سنه. الوالده ديالي كان دارها الخاطر من جهتي انني زعما تزوجوا خواتاتي اللي صغر مني، وخدموا وتزوجوا وداروا ديورهم، وانايا مازال ما خدمت، ما كملت قرايتي، ما خدمت، ما تزوجت، ما درت شي حاجه. والوالدين كيبقاو يفكروا لولادهم، يعني تبقى تفكر ليا زعما لا توقع لها شي حاجه غدا ولا بعدو، غادي نبقى انا بوحدي، واش غادي نتسلى بين الخوت. المهم بقات دماغها بعد مرات كتبدا تهضر معايا دماغها تيمشي بعيد. واحد المره قالت لي، بدات كتقول لي في الهضره، قلت لها الوالده راه كلشي على المكاتب، الا ما كتبليش انا كاع غادي نتزوج ماشي مشكل. ماشي اخر الدنيا، يعني لا فان دي موند صافي. لا الا مكتبه لي شي حاجه راه تجيني، ما مكتبه ليش راه ما غاديش تجيني. انا مرتاحه، هي جلستي على جنب الراحه، انا راه ما دايراش كاع داكشي في راسي، وعايشه مرتاحه معكم. العساك كانوا مهلين فيا دارنا. خوتي منين توظفوا كل واحد كيجي يعطيني شي حاجه في الشهر، يعني داروا لي المرضى، يعني مهلين فيا، وحنايا كابرين متحابين مع بعضياتنا ومتحانين مع بعضياتنا، يعني ما نخافش على راسي، الحمد لله عايشه في دار با. خوتي ماشي من داك النوع اللي غدا ولا بعدو يبداو يخرجوني. المهم كان حاسه براسي مرتاحه، يعني ما دخلش ليا داك، ماشي ديك معقده من انني خصني بالزربه نزرب. وزيدون 30 سنه ماشي شي عارفه ولا راني عانس. 30 سنه راني مازال صغير، الناس وصلوا حتى ل 45 عام وتزوجوا. ما عليناش، ما عليناش. هي هذيك اللي كانت عايشه. واحد الوقيته انا كنت مشيت مع امي هكا عند واحد الناس، ودوك الناس كنا موالفين كنمشيو عندهم ونجيو يجيو عندنا، يعني صديقه ديال الام ديالي، وعزيزه عليها انا. وهذيك المراه عندها هي البنات ما عندهاش الدراري، وكانت ديما تتقول، الوالده تتقول لها راه كتحمقني بنتك، كتحمقني الصواب والادب والزين، وعاد زايدها بالحداقه، كلشي كديرو مزيان. قالت لها، تتقول لها دايما، تتقول لها والله كون كان عندي شي ولد ما نفلتها. المهم حياك الحيت هذاك النهار مشينا عندهم لدارهم. هو يجي واحد المرأة جات عندهم، يعني تتعرف هاد السيدة هادي، جات عندهم. المهم جلسنا كاملين بينا، ضحك هضر هادي. ديك المرأة كانت شافتني كنت ديت معايا واحد الكاطويات صايبتهم انا في الدار، ما شريناهمش، يعني فاش كنكونوا غاديين نمشي عاد كنصايب شي حاجة وكنديها معايا، يعني ديال الدار، بلا ما كنشري داكشي ديال الزنقة، راكم عارفين ما كانش عندنا معاه. وكيعجبني، يعني انا جالسه كنكون دائما انا كنصايب شي حاجه، يعني كندير راسي ما كنبقاش هي جالسه زعما، هي جالسه طلقه رجليا. المهم وهي ديك المراه عجبات هذيك الحلوه، قالت لها شكون اللي صايب هذه الحلوه، قالت لها فلانه هذه البنيته وهذه وهذه. مشات تقول لها تبارك الله عليك، وصلت عندي غزاله كي جات فنه. قالت لي عطيني المقادير، عطيني كيفاش صايبتيها. المهم عطيتها الطريقه وكل شيء، وبقينا كنهضروا. المهم واحد دوزنا واحد العشيه غزالة مع بعضياتنا. المهم من موراها كلشي مشى في حالاته. داز واحد 3 أيام وهي تعيط صاحبة ماما لماما، قالت لها شوفي فرحي وسادي. قالت لها ماما كيفاش غادي نفرح وغادي نسعد؟ قالت لها راه هذيك المرأة اللي ديك النهار جات عندي راه عندها الولد وباغا تزوجو. قالت لها انا راه ما كنتش عند بالي راه كتقلب له على مرا ولا شي حاجه، وراها منين جات عندنا داك النهار وتلاقاتكم وشافت بنتك راه حماقت عليها، راه كتهضر هي عليها من داك النهار، كل نهار تعيط ليا، كل ساعه تهضر معايا عليها. عجباتني ديك البنت وحمقاتني، وانا راه بغيتها لولدي، واش عندك شي تصويره نوريها لولدي قبل ما نمشيو عندهم؟ المهم هذيك المراه عيطت لماما، قالت لها واش نعطيها تصويرات بنتك؟ لحقاش انا هاد صاحبه ماما عندها التصاور ديالي، يعني كنتصوروا في المناسبات فاش كنمشيو عند بعضياتنا بعد مرات هكا هي عراضه، وكنتصوروا وكنضحكوا، يعني كندوزوا عشيه زوينه. يا اصوات هي كتجي عندنا ولا حنا كنمشيو لعندها. المهم صاحبه ماما من الروح الروح، وهي كانوا بناتها كاع تزوجوا، وكانت هازه ليا الهم حتى هي مسكينه. هي هذيك وهي تقول لها ماما اه واخا غنتشاور معاها ونقول لك. المهم جات الوالده قالتها ليا، قلت لها والله جبنا في الصواب، يعني بينت لها بلا ماشي مشكل، يعني لا جا الراجل هو هذاك، لا ما جاش ما عندي ما ندير به. المهم المراه عطات التصويره ديالي،
أنا في التصويرة كنبان واحد الإنسانة مزيانة ديجا، غير من التصويرة كنبان زعما ماشي شي وحدة كطير ولا مبنضة في التصويرة وهادي. راه بعد مرات بنادم مهم التصويرة ديالو كتعرفيه كيفاش دار شخصيته على حسب البوز، على حسب الوجه كي داير، الشوفة. المهم أنا كنبان إنسانة مزيانة ومعقولة. المهم السيد وراتها لأمه، عجباتو تصويرتي، عجبتو يعني وهادي، وقال لها وديري مع امها ونمشيو نتلاقاو ونشوف هذا الراجل، هذا ولد هاد المراه، هو الكبير في ولادها، هو اللي مازال ما تزوجش، كان كيكون راسو، هو اللي لاباس عليه. خوتو كلهم يعني عاديين، نورمال، خدامين، عايشين مزيان، ولكن هو بالضبط هو الخان مال فيهم كاملين، طوموبيلات، الفيلا وكل شيء. المهم بقى كيخدم غير على راسو، وبقى يعني زوفري، عجبته حياة أنه يبقى يعني حر، حر دراسو، ما يتزوجش. كان ديما مو تقول له خصك تتزوج، خصك تتزوج، خصك تتزوج. المهم جاو عندنا واحد النهار، المهم الوالد ما خلى تبارك الله، ما جاب، درنا لهم العراضة. جبت الولد. ماما قالت لي ها انت يا بنيتي لا بغيتو تهضروا مع بعضياتكم. قلت لها واخا خالتي. جلسنا في مطرفين، عندنا حنا الصالة كبيرة تبارك الله، هما جالسين في جهة وحنا انا وياه مشينا جلسنا في جهة. قال لي واش بان لك في هذا الشيء؟ قلت له كيف ما وانت كيما بان لك. الله يجيبنا زعما في الصواب. قال لي زعما ما تعرفتي عليا، ما تعرفت عليك، يعني ما خرجنا. قلت له انا اصلا ما عنديش مع ديك حيطي بيطي والخروج والدوران وداك الشيء يعني. انا كان باغا، انا عجبني شي زواج هكا اللي يكون بنادم باغي المعقول، ويجي ديريكت مول الدار ويتزوج بيا. يتزوج بيا باش ديك الساعات يعني غادي نعيشوا مع بعضياتنا مزيان. اصلا الناس الكبار فاش كيكونوا شايفينك وعارفينك وشايفين الاخر تيعرفونا واش غنتواتاو ولا ما غاديش نتواتاو. المهم ما علمناش. من موراها بواحد بشهرين يا خوتي كنت تزوجت. ونقول لكم انا اللي ديت الراجل لاباس عليه على خواتاتي مجوجين موظفين في حالهم نورمال، يعني كيقسموا المنظر مع بعضياتهم. ايه سي فغي خدامين مزيانين، يعني مزيانين، ماشي زعما نقول لك يعني داك الشيء حد قدو، ولكن ماشي في حالي. انا راني سكنت في الفيلا، دار لي البيرمي، دار لي الطوموبيل. المهم بعدا كي نعاود لكم هي العرس داش ما نحرقش لي ديك. المهم العرس داروا لي متكتك، احسن صاله، احسن تريتور جاب ليا. المهم كل شيء قام به هو. احنا ما درنا حتى شي حاجه. قال الوليد دابا انا ما دير انت معايا حتى شي حاجه. انا اللي غادي ندير العرس من طقطق حتى السلام عليكم. المهم ما خلاو ما جابوا ليا. كبروا بيا لواحد الدرجة ما كتصورش. عرفتي الناس ديال العائلة، كل شيء البنات د العائلة فرحانين ليا. حنا ما عندناش واحد العائلة اللي كيحسدونا ولا شي حاجة، يعني فحال الخوت. كل شيء فرح ليا وكل شيء تيقول صبرات ونالت. يعني المهم بنادم ما خصوش يزرب على راسو ويقول الحمد لله ويخلي الحاجة في قلبه وغادي تجيك تلبين يديك. المهم ما عليناش، داز العرس غزال. مشيت عنده للدار. المهم كما قلت لكم الفيلا فين سكنت، كاين عندي الخدامة، كاين عندي جاردينيي، دار لي الطوموبيل، بيرمي. المهم الفلوس في يدي، عندي كونط في البنك، عندي لاكارت. المهم مهلا فيا. المهم اليامات الاولى غادي نقول لكم عشنا عيشه مخيره. ما نعاودلكمش عليها. من بعد المهم هو كان فيه واحد الحاجة، جايب لي الخدامة وكل شيء، ولكن كيبغي الطياب طياب ليديا. يعني تيقول لي بغيتك انت اللي طيبي، يعني تعاونك الخدامة ولكن انت اللي تقومي على الطياب. انت ما تقضيش مثلا الشغل، ولكن هي اللي تقوم بكل شيء. المهم بقينا هكذاك. كنت انا كنطيب والخدامة راه كتقضي شغلاتها كاملين. والمهم عايشين مزيان. انا ديك الخدامة درتها بحال اختي. من بعد يا خوتي اش غادي نقول لكم. آم، دازت واحد 6 شهور هكاك، 7 شهور، 7 شهور كنلقى راسي حاملة. ومن حبلت الحبالة دازت عليا بالمرض يعني. ما بقيتش حاملة راسي، وليت هاملة راسي. شعري ديما مشعكات. ما تنصبغو، ما كنديرلو حتى شي حاجة. يعني لواحد الدرجة ما كتصورش يعني. وليت دوك من دوك الحاملات حاملة. فحنا راني فيا شي مرض، ماشي حاملة.
المهم كنت حالتي حالة لدرجة أنني ما بقيت كنديها في راسي، ما كندير مكياج، ما كنعطيه هو وقت. هو كيجي كيلقاني راهي رابطة راسي بالحامض ولا بالبطاطا ولا تيقول لي اش هاد البيل هذا، طلع له الدم. المهم واحد منين وصلت لديك 6 شهور 7 شهور طلع له الدم، بقى تيقول لي اش هاد الشي. المهم عيا ما يخلصي معايا. ما كنحاشيهاش ليه، ما كنديهاش فيه ما حتى شي حاجة. هو بقى صابر، يعني بقوة ما فرحان أنني أنا حاملة وغادي نجيب له الولد. مع لقاو عندي ولد. فرح بزاف، فرح بزاف لواحد الدرجة ما كتصورش. والصبر معايا ديك 9 شهور أخوتي كاملة، صبرها معايا. ما يعني شحال من حاجة ديالو ما كنلبيهالوش. كيجي يلقاني ناعسة رابطة راسي كيما قلت لكم، حالتي حالة بيجامات. بعد المرات وليت هملت راسي لدرجة وليت نلبس الفوق في شكل والتحت في شكل، يعني ما كنتش بحال الأول. كنت عاطية اهتمام لراسي، وزعما تنلبس بيجامات زوينين، كنكون نقيقية، يعني الريحات زوينين. وهو كان مهلا فيا، يعني الريحة اللي خرجت أنا الأولى كيجيبها ليا، كيديروها في الإشهار، كيمشي كيجيبها ليا لا غدا كنلقاها عندي ديك البارفان. المهم كان كيدير معايا مزيان. يشري ليا المكياج هيد الرفيع، يعني هيد لا مارك. كيجيب ليا للدار بلا ما نقول له، كان كيجيب ليا لي كادو. المهم كان مهلي فيا، يعني خاصني نجبد يديا اللي خدمه، ونصايب كمارتي، ونقاد حالتي، ونمشي ندوش ونقول سي بون الله ينعل الشيطان. المهم هادشي خوتي ما كنتش كنديرو. من موراها ولدت، هو كان كيقول غتولد غادي تبدل، يعني غادي ترجع كما كانت وداك الشيء. من بعد اخواتاتي ولات، وراه لك دابا عاوتاني الفرجه واحده اخرى. من ولدت اخوتي، أنا كنت حنينة في داك الولد بزاف لواحد الدرجة ما كتصورش. لدرجة أنني كنعسو حدايا بيني وبينه، يعني ما كنخليش ينعس في بيتو. ولا مثلا نجيب له مربية تعاوني فيه، لا كل شيء أنا كنقول له أنا اللي ندير لولدي كل شيء. المهم وليت مدايا غير في داك الولد، غير في داك الولد، غير مقابلاه. ما خصوش يقول ما خصوش يغوت، ما خصوش يبكي، ما خصوش. المهم وقولي لي ما منين ينعس داك الولد. نوضي ديها في راسك، نوضي ارتاحي، نوضي ارتاحي، نوضي سايبي شويه داك الرجلين، نوضي سيري للصالون، قدي حالتك، ديري شويه د المكياج. او تقول منين كيسالي داك الولد كينعس، انا كنمشي بالزربه ديال الماكله ديال الغدا. باش كيما قلت لكم كيبغي ماكلة الدار. واخا هو ما كانش من داك الرجال اللي كيتشرطوا عليا ويبغي مثلا داك الشيء اللي فيه الخدمه بزاف. يعني تقدري ديري له اي حاجه بسيطه راه ياكلها، ماشي شي واحد مثلا اللي كيتشرط بزاف. المهم من موراها يا خوتي، نهار على نهار كنلقى راجل يتبدل عليا. ولا كان مثلا كيجي في حالته الثمانية ماكسيموم تيكون في الدار، ولا كيوصلها ل10، ولا كيوصلها ل11 شوية، ولا كيوصلها ل12. وانا ناعسة على جنب الراحة، انا فرحانة هي بولدي وعايشة حياتي وما داياش في راسي. تنقول صافي الراجل مزيان معايا. ما جاليش البالي غادي يدير لي شي حاجة اللي هي غادي تندمني من بعد اللي غادي نقول لكم. المهم من موراها واحد المرة الراجل بات ما جاش. كنوض في الصباح ما كنلقاش الراجل في الصباح، منين جا قلت له فينك. المهم كنشم فيه الروايح ماشي هما هذوك. المهم المهم قلت له فين كنتي، قال لي هي كنت مع صحابي وهادي وكنا معروضين. قلت له ما قلتها لياش، قال لي انت اصلا ما تديهاش فيا اصلا، اصلا ما كديهاش فيا فين جيت ولا فين مشيت ولا واش كليت واش شربت. يعني ديها في ولدك من نهار اللي حبلتي وانت وليتي انسانه واحده اخرى. هو يتفرقع عليا قال لي انت ما تضيعش فيا وما كتعطيني لا حقوقي لا والو. الناس كلهم كتلقاهم عندهم الولاد ولكن كينعسوهم بالعشيه وكيجيو يجلسوا يتفرجوا فيلم. هي فيلم تفرجي معايا فيه، ولا نجلسوا نهضروا، ولا نديو نجيبو في الهضره. ما بقيناش كنديو نجيبو في الهضره. دابا عييت ما نهضر معاك وكنقول لك شنو هادشي. حيت كان اخوتي كيقول لي مالكي ما كتلبسيش حوايجك الزوينين، مالكي هادي. المهم أنا قلت له مالك زعما كتحشمش وأنا عندي الولد صغير وهادي. المهم تزايدنا في الهضرة، مشى في حالته الخدمة. لا غد في العشية عاوتاني وكذلك تعطل ما جاش. من بعد واحد النهار جالس هو كان مشى دخل باش يدوش. مشيت كنشوف في التليفون ديالو عيط له شي حد. منين مشيت باش نشوف شكون هذاك اللي عيط له باش نقول له راه فلان عيط لك. كنلقى
من بعد ملي شفت هذاك كان صاحبو ماشي شي مرة اللي كانت عيطت، ولكن كنلقى من بعد بزاف ديال السميات ديال البنات، بزاف ماشي وحدة ماشي جوج. ملي كنجي كنشوف كنلقى مشيت للواتساب وكنلقى دي كونفرساسيون مع شي بنات اللي ماشي ديال عندهم علاقة بالخدمة ديالو ولا شي حاجة، يعني بيناتهم شي حاجة. المهم أنا خواتاتي اش غادي نقول لكم، ما هدرت ما تكلمت معاه، ما قلتلوش حتى واش راه عيط لك فلان ولا فرتلان، سكت ضربت الطم، ضربت الطم عرفتي، مشى في حالته هو الخدمة. من بعد من دوش فطار مشى في حالته، هدرت معاه في حالة حتى شي حاجة ما كاينة. المهم طلعت من موراها للبيت بقيت بكي 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 بكي. اش مشيت صليت، دعيت طلبت سيدي ربي. المهم قلت له يا ربي يا ربي ترشدني للطريق الصواب، يعني شي طريق اللي ما بغيتش انا نفرط في راجلي ولا في داري ولا في ولدي. يعني انا غادي نطلق نمشي لدار با، غادي نوضها معاه، غادي نوض معاه صداع، غادي نمشي لعند دار با، يعني غادي نبقى مطلقة، ما كنت بوحديتي غادي ندي لهم الولد، هو آخرتها يمشي يتزوج بشي وحدة أخرى اللي تقاد له وتصايب له الحالة. أما أنا الصراحة لقيت راسي أنا اللي دايرة الغلط ماشي هو. المهم بقيت كنخمم داك النهار كامل وأنا كنخمم. بقيت كنشوف تنقول آخر مرة عطيته وقت وهدرت معاه وجلست حداه وتفرجت أنا وياه ويعني حسستو بلي راني مهتمة به. لقيتها قبل أخوتي ما نحبل، قبل ما نحبل آخر مرة أنني كنت جلست معاه وهضرنا وضحكنا وكنت لابسة مزيان ومقادة والروايح، وكنت الشعر هو هذاك يعني مقادة الحالة ومرا، يعني تزوج بمرا، سيد محقق عليا كلشي، موفر ليا كلشي، داير ليا الخدامة، داير ليا يعني ما، يعني خاصني نكون يوميا كنشعل، يوميا خاصني نكون مقادة، يوميا خاصني نكون مصايبة، عندي كلشي موجود في الدار. المهم الكوافورة عندي باش نخلصها، ليستيتي باش ندير ليبيلاسيون، ندير مانيكيور بيديكير عندي باش نخلصو. وبعدين هاد التبهديلة، مشيت شفت في المرايا كنلقى راسي راه يشوفني بنادم يهرب، انا ما عجبنيش راسي، انا بقيت كنقول شاد وجهك، شاد كمارت الويل، اش هاد الشي، واش نتيا دايره فحالك فحال الجيلاني، انت راكي ماشي بناء مرا، شاد الهم هذا. كتشوفي في التلفازه البنات هكا كيشعلوا في الممثلات ودابا هذاك الشيء اللي كاين في اش غادي نقول لكم، في الانترنت، في الزنقة كتلقاي العيالات كي لابسين كي مقادين، لا المرأة المزوجة لا البنت اللي ما مزوجاش، وتبارك الله كترو البنات، كترو 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 عملية التجميل، ولا كل شي زوين. المهم بقيت كنشوف راسي، بقيت نقول دابا انتي كون تكوني راجل، واش غادي تبغي شي مرا فحالك هكا هكا في هاد الفيغورا هكذا صفراء والشعر مشعكك وبيجاما الفوق لون والتحت لون، كاع هي انتي اللي ولدتي. المهم بقيت اخواتاتي كنهضر مع المرايا وكنوبخ في راسي وكنعاير في راسي. المهم ما عليناش، ما قلت الحمد لله مسحت دموعي، يعني قلت انا الغلط فيا، انا اللي خليته يمشي يدير حوايج اخرين ماشي هو، يعني هو وفر ليا كاع العيش الكريم وكاع لي برودوي عندي وكلشي عندي، يعني انا اللي فيا الديفو، يعني انا اللي خاصني نتبدل. وغادي نشوف ديك الساعات لا تبدلت ورجعت كي كنت وحسن، غادي وما تبدلش معايا ورجعت تقاد، ها هانتوما ما تقادش ديك الساعات غادي نقولوا صافي الباب الحباب، يعني انه فيه ديك اللولة ديال العيالات. المهم اخوتي في العشيه منين جا لك حتى 11 د الليل، مولف السيد كيلقاني ناعسه مكرشخه ياك، آه، جا مع 11 د الليل، لقاني اول حاجه فايقه ما نعساش، الولد لقاه ناعس، وحاولت نعسو في الناموسيه ديالو، لحقاش كان عندنا هذا المشكل، ديما تيقول لي ديما خاشيه ولدك عندك، لا حقاش راه ما كيقدرش ينعس الولد بلا بيا. المهم نعست الولد عندي، ومن بعد حطيته في الناموسيه ديالو، عارفه بلي الولد ما غاديش يخليني وغادي يبغي يرجع ينعس حدايا وداكشي، ولكن من داك النهار قررت باش غادي نولفو شي شويه بشويه 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 باش ينعس في الناموسيه ديالو. هي هذيك جا السيد لقاني انا ضاربها بتدويشه، صايبت الشعر،
حيت أنا ما عنديش داك الشعر اللي مثلًا صعيب في التصايب. هذاك النهار ما كانش عندي الوقت أخوتي نمشي عند الكوافورة، وما كانش عندي النفسية، يعني صايبته غير بالفاغ اللي عندي في الدار، صايبته. قاديت لبست لك كسوة فحال راني غادي نخرج، لبست واحد لاغوب غزالة هو اللي كان شاريها ليا نيت، لبستها. الريحة، درت شوية ديال المكياج، كنت حكيت رجليا هي بوحدي، يعني درت بحال هكا بيديكيور، درت الصباغة ديال الظفار في الأحمر، درت الصباغة ديال، عرفتو منين دخل السيد بقى غير مشلوط فيا، ما عرفنيش، قال لي هاي 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 هاي، قلت لي اش هادشي هذا، عرفتي بقى هكا يشوف تعجب فيا. لقاني موجده له واحد الماكله غزاله اللي كتعجبو. لحقاش اخوتي كاينه شي وحده تقول لي وهو دار وحصلتي 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 وانت درتي له هادشي كله. لا اختي، مادام الغلط مني انا، يعني انا خاصني نصلحو. هي هذيك، جلسنا وانا راني عارفه فين كان، عارفه غادي يكون كان مجموع مع شي وحدين، المهم من بلا ما نقول لك، بلا ما نقول لكم. نبقى عاوتاني نعاير في عباد الله، هما ما داروا ليا والو وانا اللي درتها لراسي. ما عليناش، المهم تغدينا تعشينا، طلعنا، نعسنا، ويقول لي شنو هذا التغير المفاجئ، وانا نقول له واش غادي نقول لك، راني انا لقيت راسي، آه، شفت في راسي في المرايه وبقيت نقول هذا الشيء هذا، الولد راه كبر وانايا بقيت عاطيه هو وقت هي بوحدو، وشفت راسي هملت راسي. وراه اختي براسها جات لعندي ذاك النهار وقالت لي مالكي وليتي بحال هكذا، والوالده براسها عاوتاني حتى هي راه هضرت فيا، قالوا لي مالكي على هاد الحاله، ولا بحال انت اللي ولدتي، راه كاع العائلات كيولدوا ما كيبقاوش هاملين راسهم الديناي في الولد، يعني ديها في راسك شي شويه. قلت له مالك، واشنو ما عجبتكش هكذا؟ ويقول لي لا لا عجبتيني. المهم داز داك النهار، مشى لغدا الخدمه، بغى باش ناض في الصباح، بعد اول حاجه باش ناض في الصباح انا فاقت اخوتي، ضربتها بتدويشه، صايب درت لك المكياج الروايح، لبست عاوتاني واحد لاغوب بحال اللي كيلبسوا البنات في الزنقه، يعني انا اللي ما نخرجش بها الزنقه، انا مرات الراجل ما غاديش نخرج بها، ولكن نجلس بها في داري. المهم لبست لك واحد لاغوب كي دايره، انا فقت قبال منه، وجدت الفطور. منين ناض غسل وجهه وهبط، لقاني كما تيقولوا المصريين على سنقة 10. هي هذيك فطرنا مشى في حالاتو، من موراها جا الغدا عاوتاني، لقى الغدا غزال داكشي الرفيع محطوط. المهم ما كانش كيجي الغدا معطل بكري، كان كيجي شويه معطل، يعني حتى لشي ديك الثلاثه. من موراها رجع عاوتاني يقضي شي غرض ديالو. داك النهار جا شويه بكري، مولف كيجي مولف الراجل ولا يجي ليا حتى 12 هذاك النهار، نقولوا مع ديك ال11 جا. هي هذيك وكذلك، لقاني عاوتاني جالسة مقادة، لابسة بيجامة غزالة، بيجامة ديال التفركيس، ماشي دوك البيجامة ديال قضية الشغل، يعني بيجامة ديال التفركيس، واعرة، ولات المرا تلبسها في دارها، ودايرة واحد الفيلم، وجالسة دايرة رجل على رجل، وجالسة متكية وكنتفرج. هي هذيك وتصدم فيا، قال كيفاش هاد المرأة اللي ولات اللي ما نعستش، قال لي مازال ما نعستش، قلت له لا، كنتسنى راجلي العزيز ما يمكنش يديني النعاس بلا ما نشوفك. هي هذيك. المهم بدات تلحلح اللي ما كنتش نلحلح عليه، وليت نلحلح عليه. هي هذيك. المهم عاوتاني عطيتو تعشى. نسيت بعدا النهار الاولاني راه ما قدرش يتعشى، قال لي انا معشي، قلت له هي دوق. المهم كلا شويه، النهار الثاني جا ما معشيش، يعني خلى شويه ليا. بحال حس بلا غادي تكون شي عشيوه. المهم كلا كتار من النهار الثاني الاولاني. ما عليناش، المهم دوزنا ليلة مزيانة، تفرجنا في الفيلم، ضحكنا، درت راسي انا بحال حتى شي خباري، ما في خباري حتى شي حاجة، قلت له ايوا مزيان دزتي مع صحابك، فوتي شوية، ايوا مزيان. قال لي هو ندور، قال لي انا كنعلح لك اجتماع. هي هذيك. ولا غدا عاوتاني كذلك اخوتي لا ميم شوز، نت مقادة مسقسفة الحالة. آه يعني لقى الفطور، لقى كلشي هو هذاك، وانا بديت براسي هو الاول، باش ماشي يفيق ويلقاني عاد مشغولة ومرونة، لا، أنا كنوض من النعاس كندخل الحمام راسي هو الأول، كنقادو مزيان ونتريح وندير كلشي اللي خاصني ندير، عاد كنهبط نوجد الفطور. بيان سور كانت معايا الخدامة اللي تعاوني، الوغ كنا كنسربيو على الفطور، كيجي داكشي هو هداك. ما عليناش. من موراها
من موراها المهم بقيت على داك الموال اش قالوا مواليها واحد الأسبوع كامل، جا الweekend هو ما كيخدمش في الweekend، أنا كنا كنخرجوا كنسافروا، من بعد من حبلت قلت لكم وليت ما بقيتش نديها فيه، ولا الweekend كيدوزو مع صحابو منين كيخرج في الصباح حتى 12 الليل عاد كيجي، جا الweekend وأنا نقول له والله إلا يا حبيبي توحشت نمشي لهاد البلاصة، ديك البلاصة كنا كنمشيو ليها وهادي وهادي، ناض هو ما قدرش يقول لي لا. ها أنا ربحت واحد النقطة، ما قدرش يقول لي لا ولا راني داير مع صحابي ولا راني هادي ولا راني هادي. فهمت أنايا قال لي والولد غادي يبرزطك وانتي كتبغيش تخرجي وهادي، المهم بداتي تسبب ليا بالولد وانا نقول له لا لا الولد راه الوالده غادي نديه لعندها راه توحشوه، وراه قالت لي جيبيه لعندي. هي هادي قال لي كيفاش قلت له غادي نمشيو انا وياك الراس في الراس. مشينا دوزنا الويكاند، الفلوس تبارك الله موجوده، علاش ما نعيش اختي. مشينا دوزنا واحد الليله واعره في واحد القنت، شدينا الاوتيل بيان سور، كان فيه سونا جاكوزي الحمام، وفيه وتتكون سونا وجاكوزي وحمام بريفي، يعني هي بجوج بينا ممكن ندخلو، يعني ما تكونش مع بزاف ديال الناس. المهم دوزنا واحد الويكاند الروعه. من موراها رجعنا، يعني جبت ولدي للدار، وبقيت على ديك الطريقة ديال العيش ديالي. كومونديت بيجامات ما نقول لكمش كيفاش دايرين، خطر لحقاش من موراها كنت مشيت عند الكوافورة وصايبت حالة، بدلت لاكوب، بدلت لا كولور ديال شعري، وليت كل سيمانة كنمشي ندير مانيكير بيديكير، تصاحبت مع شي عيالات تما. وواحد المرة كانت خطر، قالت لي غادي نوريك شي حوايج غادي تكومونديهم. هذيك المرة كنت كنعرفها من قبل، ولكن كنت قطعت ما بقيتش كنمشي للصالون ما حتى شي حاجة، ما بقيتش كنتلاقاها يعني. كيما قلت لكم كنت هملت راسي لواحد الدرجة فوق القياس، حتى الناس ما بقيتش نمشي لعندهم ما حتى شي حاجة. هي هذيك، وهي تقول لي نوريك واحد لو سيت غتكوموندي فيه شي حوايج واعرين اللي ما غاديش تلقايهم في المغازه. المهم كومونديت شي حوايج يا خوتي، ولا هو كيدخل كيحوال، حتى ولا السيد منين كيجي مع الخدامه كانت ما كتنعش عندنا في الفيلا، داخل عندنا واحد البلاصه ديالها فين هي تتسكن، يعني انا من هي الخدامه كتمشي تنعس، يعني انا حره نلبس كيما عجبني ونجلس كيما عجبني. المهم ولا كيجي كيتخلع مني، عرفتي كيشوف كنا تيقول لي واش هادي انتي ولا واحدة أخرى. المهم بقيت على داك الشيء، حتى السيد بقى يتبدل. واحد النهار أنا بيدي قلب التليفون كنلقى ما فيه نمرة ديال حتى شي وحدة. هادشي بعد مرور بيان سور ما نقولكمش شهر ولا شهرين، بعد مرور واحد 8 شهور هكذاك. من موراها طلعت أخوتي حاملة عاوتاني المرة الثانية. منين طلعت حامل المرة الثانية جاني عاوتاني المرض، ومرضت تهلك سيرتو انهم كانوا عندي التوام. المهم كنت ما كنقد ندير حتى شي حاجة، لقانا المهم كيف ما جاني الحبالة الأولانية، ولكن كنت أخوتي اش كنقول هي كنتفكر هذاك هذيك الليسته اللي كانت عنده ديال البنات، لحقاش كان كيجي كيما قلت لي ما نسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه، راه كان كيجي شارب وكلشي، يعني باينه السيد شنو كان كيدير، وما كانش كيقرب ليا، يعني باينه انه السيد كيمشي داير ما بغى في الزنقه. هي هذيك. المهم انا ديك تنتفكر ديك الليسته ديال دوك البنات اللي كان كيمشي معاهم كاع السميات تما مكتوبين عنده في داك الريبرتوار، ما عنده تبارك الله الفلوس وكيبروفيتيو فيه، وعنده من عنده باش يعطي. كنتفكر ديك الليسته كنقول نوضيت قعدي والله لما كان نوض وحالتي حاله ومهلوكه، وشريت لك بيجامات واعرين ديال الخوص اللي تلبسي في الدار وزويونين مفركسين، وفي نفس الوقت ديال المراه الحامل، وفي نفس الوقت كتباني لراجلك ما يشوفش شي واحد اخرى في الزنقه. هي هذيك. كنت كنلبسهم، شريت لي غوب ديال المرات الحاملين، وشريت دوك لي غوب المقزبين مزيرين، المهم كاع داكشي اللي حسيت به كيعجبو درتو. هي هذيك السيد ما عمرو مازال ما شفت شي نمرة عنده في التليفون، ولا كيجي للدار بكري، يعني 8 7 8 راه في الدار. التليفون ديالو ما عمرو ما صونات عليه شي وحدة ولا هادي. الشراب ما بقاش يشرب، الكارو ونقص منه بزاف لواحد الدرجة ما كتصورش، كان كيكمي بزاف ديك المدة اللي أنا هملته فيها، كان كيكمي بزاف الشراب. الخروج الدوران الويكاند بعد مرات كيبات ما كيجيش كاع الويكاند، وانا ما كنت دايرها فيه، كنقول دبر راسو خليه، واش غادي ندير ليه، راه مع صحابو راه هادي راه هادي. المهم اخوتي منين غيرت انا من راسي
هو اوتوماتيكمون تبدل. المهم كنبغي نقول لكم اخواتاتي تهلاو في ريوسكم وحضروا ريوسكم، وإلا شفتي شي حاجة وقعات شوفي ياك ما انتي تكوني السبب فيها. كنتمنى ان هاد القصة ديالي تكون عبرة لبزاف ديال العيالات اللي كيهملوا ريوسهم ما كيبقاوش يتهلاو في ريوسهم. راه ماشي صافي تزوجي صافي تهملي راسك، خاصك دايما تباني قرطاسة في الدار. وديك الساعات الا كنتي دايره انت اللي عليك وهو دار شي حاجه يعني العيب منه هو. المهم ليلى هنا كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، ما تنساونيش في لي لايك ولي كومونتير والبارطاج، وعاونوني في هذه القناة. عافاكم اخوتي راه طايحة بزاف بزاف بزاف، وشكرا لكم بزاف. وما تنساوش من البارطاج ولي لايك، لي لايك. الله يعطيكم الرضا وبسلام عليكم.